هيا قلت لكم جاو خاوتي وقعدوا حابين يفهموا واش كاين. قالوا له خل عليه يخدم واش فيها، ما فيها والو. وقعدوا يفهموا فيه حتى كلموا الحاله شويه وراحوا. دخلت الشامبرتي، شعلت التلفزيون، قعدت البكيه جايتني مي ما بغاتش تخرج. تقنطت واستغثت بزاف، من بعد استغفرت وحمدت ربي. قلت انا على الاقل ربي مد لي رجلين بصح معاقين، فما بالك اللي ما عندوش كامل وما يمشي ما يخرج. هذه الحاجة هي الوحيدة اللي كانت مصبرتني، قناعتي بالشي اللي راني فيه ومقارنة حالتي باللي أقل مني. يعني هذه دوها مني نصيحة. المهم الحق غدوة من ذاك كالعادة نخدم وكلش تمام. فات يوم، يومين، 3 أيام، يعني بديت نوالف حتى فاتت 20 يوم. قلت لكم بديت نوالف في الخدمة هذيك. واحد النهار درت ديقة نشفى. ذاك النهار السيد هذا كان خدم بيبان بزاف وقال لي نظمهم، وكانت الخدمة بزاف هذاك النهار. قلت نرفد باب مع ثقة مع بعض باه نكمل الخدمة ليه. يا خاوتي رفدتهم وديهم وانا فقدت التوازن تاعي بسبب الاعاقه تاعي، ونطيح بهم بيا على وجهي. مشكله ماشي فيا، المشكله في الستل والبيبان. نسيت روحي ويديا مسلوخين والدم يجري وانا خمم في التواقي هذوك طيحتهم وطحت عليهم. قال لي فيصل علاه يعني زجاج تواقي تكسروا. المهم هذوك البيبان خادمهم بزجاج، خسرتهم وفستهم والبيبان نخدشوا. بقى غير يشوف فيهم يقول لي علاه يعني. وانا حاطه راسي قلت له عمي ما تخلصنيش، والدراهم هذوك اديهم وعاود اخدم بهم بيبان جدد. قال لي اللي راح نمدهم لك باب واحد ما يعوضهم ليش. كون لقيت الارض كون دخلت فيها، كون فتحت الارض ودخلت فيها، مت بالحشمه. قعدت نلم فيهم ونرجف وهو مقابلني ونستنى غير وقتها يقول لي روح ما تزيدش تخدم عندي. مي سكت ما قال لي والو، مع العلم من قبل صراولي بزاف حالات كيما هكذا نطيح وكل شيء. مي هذه المره كانت فيها خساره كبيره. المهم رحت للدار وقلبي مزير مسكات هذاك تاع المنويزي اللي نخدم عنده. العشيه حتى جا عندي واحد الراجل جان طبطب وقال لهم محتاج فيصل. خرجت له لبرا قلت له انعم، مع العلم انا ما نعرفوش. قال لي ياك انت فيصل؟ قلت له ايه. قال لي انا وليد خول منويزي. قلت له خير ان شاء الله. قال لي هذاك السيد حشم باش يقول لك ما تزيدش تخدم عندي، بعثني انا ليك. ما صبت ما نقول له. في الحق عذرته لانه دايما ندير له ديقات. بين قوسين الله غالب عنا الخدامه هنا في الدار، ما عندي ما ندير، سمحوا لي على الصوت هذا. ديما نديرلو ديقات هكذا ويسكت وما يهدرش. خسرته في رزقه. قلت له معليش مد لي 1,500,000. قال لي هذا خلاص تاعك. قلت له لا راك ماد لي فوق حقي. وزيد قلت له ما نديهمش. قال لي انا قالوا لي، وصلت له الامانه وخلاص. وزيد قال لي المنويزي ما ترجعليش الدراهم، لازم تلزم عليه باه يديهم. قلت له اوكي وتفركتنا. دخلت لشومبرتي ومستغاضة من حالتي، نوصل وين نقنط من بعد نستغفر ونقول الحمد لله على كل حال. ورجعت الاكتئاب تاعي وحالتي تاع بكري سكات ونظل وحدي في الشومبرة. لا سلام لا كلام، ناكل ونشرب حوالي شهرين وانا بهذيك الحالة. عندي عبد الصمد فقط اللي يزورني ويسقسي على حالتي، ومعايا هذاك يظل عقابي حتى نقدر يقنعني باش نخرج ونحوس على خدمة من اول وجديد. حددنا نهار قال لي نروح معاك ورحنا. قال لي عندي واحد فاميلتي عنده حانوت كوسميتيك نشوف لك معاه. قلت له اوكي. رحنا عنده. قال لي كي تشوفوا تحمد ربي على حالتك. قلت له علاه خير ان شاء الله. قال لي دوكا كي تروح معايا وراك تشوف. ورحنا نتمشاو حبه حبه. وصلنا دخلت لقيته مورا العكاس يعني ما باليش. قالنا مرحبا بكم وقعد يحكي مع عبد الصمد. وانا نتسائل ما بيه والو. الجان هذا شباب وبوغوس. هدرت معاه هدر معايا عادي. لا قال له عبد الصمد ماذا بيا. قال لعبد الصمد ماذا بيا يعاونني وقال لي ندير لك 60,000 لليوم. قلت له معليش اللي جات هذيك هي. كي جينا خارجين دخلت عنده مرا. قلت له خير محمد واش صوا. قلت له خصني صوالح. قالها اوكي. هو تحرك باش يجيب لها هذوك الصوالح وانا نشوف يا خاوتي مسكين نصه تحتاني كامل ما كانش، ما عندوش كامل، رجليه مبتورين وخادمين له واحد السرير برود يتحرك به وحازمينه بالسبتة
جاني البكا كي شفتو، قلت الحمد لله يا ربي، وخرجت مدهوش. قال لي صاحبي شفت، حمد ربي وما تزيدش تتولدن عليا، تتولدن معناتها يعني تدلل عليا، وما تخرجش وتقولي ما نخرج. شفت يا الجايح، شفت. انا ما لقيت ما نهدر، سكت. قال لي عبد الصمد ايا ندورو شويه. رحنا شرا هو شويه قشو، انا شريت تليفون وقعد غير مخلوع فيه وميت بالفرحه. رحنا للمانج، الناس اللي نفوتوا عليهم يولوا يشوفوا فينا ومتناقزين، سيرتو نساء قاعده تقولها شوفي شوفي معوقين وصحاب، واحده تقولها شوفي شوفي مسكين. يا اختي اذا جيتك مسكين قوليها في قلبك، غلطتك قوليها في قلبك، خلعتك قوليها في قلبك. ممكن انا نفوتها ونتجاوزها عادي، مي كاين اللي يحشم والناس تزيد. كاين ناس ما تعرفش تهدر وتجرح، تخلي المعاق ما يخرجش صراحه. ذاك النهار استغربت ميت كورجت كي شفت محمد اللي شفته مول الكوسميتيك. لا علينا، ولينا للدار وانا فرحان بالخدمه، وبديت الخدمه وتفاهمت مع محمد بزاف، وتعلمت منه بزاف الصبر وكيفاش يتعامل مع الناس، ومن مع مواقف يصراونا في حياتنا. نهار حكى لي حكايته وتخلعت. قال لي والله يا فيصل انا بابا ويما بخير عليهم مرفهين. قال لي بصح ما بغاوش يديروا لي رجلين اصطناعيين، غاضوهم فيا دراهم. هذا الكوسميتيك درته بيدي وعرق جبيني. قال لي وصلوا وين بناو لي وحدي حشمانين بيا، كيما راك تشوف صابر والحمد لله. قال لي خدمت اللي جات وكلهم خدموني شفقة منهم عليا، انا البراني دار فيا الخير وعاوني باه نوصل هنا. قال لي واحد السيد ما نعرفوش كامل دار فيا الخير ومد لي دراهم ويعاملني كيما ولدو. وصح هذا السيد انا يجي عندنا بزاف للحانوت الكوزميتيك عنده ومعاملته هايله. تعرفت عليه وقال لي نعاون وليدي والشي اللي تحتاجو قول لي عليه. لا علينا، بقيت نخدم مع محمد وعلاقتي به طورت بزاف، ولا يحكي لي خصوصياته وكلش، رغم اني اصغر منه. هو في عمره 16 سنه وانا في عمري 24 سنه. خدمت عنده وبابا ولا يشك فيا وين راني نروح وكيفاه من فيصل اللي ظل ديما بين زوج حيطان. رجع بتليفون وخرجات وكلش، سقساني وين راني نروح، كذبت قلت له راني ندير في سبور لرجليا. بعث خاوتي ليا وما قلت لهمش، وبقيت عام وانا نخدم عنده. ما فاقوليش، ديما يسقسوني منين راك تجيب دراهم، منين راك تشري الغش. نكرت تماما، نقولهم غير عبد الصمد مد لي، عبد الصمد عطاني، يعني على القش على الحوايج على الدراهم كل شيء. مع العلم انه هذاك الكوسميتيك تاع محمد جاي في بلديه غير بلديه، حدا البلديه تاعنا غير البلديه تاعنا، يعني ماشي في نفس البلديه. لواحد النهار قاعد نخدم ويدخل محمد خويا، يدخل عبد المجيد خويا مع وحده. كي شافني نخلع، قال لي يا فيصل واش راك دير هنا؟ قلت له كيما راك تشوف. قال لي راك تخدم مال هكذا، بهدلتنا. وكون يسمع بابا. قال له محمد علاه بهدلكم، ياه راه يخدم في خدمه شريفه، واش راه يدير؟ قلت له اسكت اسكت، ما نعرف شكون بهدلنا، اللي يخدم ولا اللي راه يدور مع البنات. خويا سكت، انا كي حكمته يعني ولا سكت، شاف فيا وخرج. هو خاف باسكو احنا بابا وماما صارمين في هذو المواضيع. يسمع نأكد لكم باللي يضربوا ويبهدلوا. هو راح وانا بقيت مع محمد للعشيه. خرجت ورحت للدار في بالي ما يقولهمش يعني بلي راني نخدم، يخاف نكشفو. واش لقيتو يدير؟ مي هو قالهم. دخلت شومبرتي حتى جات يما وبابا. واش راه خاصك؟ يعني قالوا لي واش راه خاصك، واش راك تخلص خلصه تاع معوقين؟ يا اخي عندك الخلصه تاع المعوقين في هذاك الوقت كانت 400 الف. قلت له واش نقعد ندير هنا، نساميكم ونقعد؟ يا اخي القرايه وحرمتوني منها، واش نقعد ندير؟ حتى جا خويا قال لهم انا خبرتكم به دابزوه، انا هضرت لكم به نبين لكم باللي فيصل من صغره خارج راجل وتاكل على روحه، ماشي باش دابزوه وتنوضوا الحرب. بابا يهضر معاه يهضر بهدلتنا، درك يقولوا عائلتنا واعرين ودايرين وعاملين. وخويا يقول لهم ما فيها والو، الخدمه دخلوا دراهم، يعني عادي الخدمه. ودخلوا خاوتي الاخرين وبداو يصلحوا. ماما تهدر حي عليا بهدلتني قدام الجوارين، دوكا فلانه درك تهدر فيا وفلانه تعايرني. انا استغربت تاع الصح هذاك النهار، حاش من بيا كي نخرج برا.
غدوة من ذاك صباح خرجت ورحت عند محمد نخدم وحكيت له انا لاهي في الخدمه حتى بابا سب محمد وقال له ما نسمحلكش وتخدموا. محمد يقول له يهديك ربي هذا وليدك على هكذا وخدمه ما فيهاش عيب. وبابا شاحن ومقلق وما بغاش يسكت، حب جابني من عنده وداني للدار قال لي ما تزيدش تخرج حتى ندبر لك انا خدمه. نكورج روحي من ذاك ما كي نلقى عائلتي ضدي وما تشجعنيش نقنط ونبكي ونفقد ثقتي في نفسي. ريحت شهور في الدار بين زوج حيطان وكاره حياتي. وزاد عبد الصمد حبس القرايه ولحقني، هو على الاقل والديه في كتافه ما يعمرش راسه. الوخذ اللي فيا انايا انا اللي قال لي لازم نديرو خدمه ما نقعدوش هكذا. خدمت عامل نظافه في السيام مع عبد الصمد وحبسنا، يعني خدمنا شويه وحبسنا. والدراهم هذوك اللي لايمناهم وليت نشري خضره مع عبد الصمد ونعاودو نبيعوها. واحدة 9 شهور هكذاك وانا نخدم في الخضره. وزدت خدمت روسوفور في الترونسبور مي ما خدمتش بزاف روسوفور، رحت شهر ونص هكذاك. قبلوني غير مساعفه لا اكثر، يعني غلطتهم لانه المشيه تاعي كانت ثقيله بزاف. وهذه المهنه اللي قالها واحد خفيف وقافز. وانا شحال من خطرات صرالي، شحال من كاي صرالي. كي يولي النقل رايح يحبس نجي نقفز نطيح ولاو يخافوا عليا قالوا لي ما تخدمش. حبست وفتحت طابلة تاع دخان وقاطو وحلوى وعلك، وكنت ديما نتلقى الدعم من عند داك السيد اللي حكيت لكم عليه عمي رابح اللي عاون محمد. وكنت نتلاقى مشاكل من عند عائلتي، بهدلتنا طيحت لنا رصاننا في الارض، يقولوا عائلته واعرين يقولوا هاك. المهم نفس الهدرة تاعهم تاع ديما تتعاود. قلت لهم خلي اللي يهدر ما عندي حاجة في الناس. وزيد يا بابا يخي قلت لي ندير لك خدمة، وين راحت هذيك الخدمة اللي قلت لي عليها؟ سكت. مع العلم خاوتي بداو يخدموا وحللوا العينين نساني انا كامل، ولاو مشاكل يقوى وانا عائلتي بخير عليهم وكاين لهم. على هذا الشيء ما قدروش يتقبلوا فكرة اني نخدم، يعني هذو الخدمات برا جاتهم عار. وكنت باش نيفيتي المشاكل نخدم في بلدية خلاف، يعني ماشي في بلديتي، يعني يلحقهم الخبر باللي راني نخدم وش راني ندير. مي ما يلقاونيش قدامهم ابار خاوتي من ذاك ما يهدروش معايا. لواحد النهار انا نبيع ويفوت عليا بابا بالطوموبيل، حبس عندي ونزل قال لي هكذا فيصل تبيع في طريق اليتيم اللي ما عنده لا باباه لا يماه. بهدلتني حطيت راسي وسكت. رفد لي الطابله ودارها في طوموبيل وشدني من يدي ركبني وراح الطريق كامل هو يهدر ويعاود شرا خاصك تاكل وتشرب. قلت له الحيوان وراه ياكل ويشرب سبحان الله. باغي نتعلم نجيب قوتي وحدي بيديا، وزيد نبغي نلبس نتشهى حاجه، نبغي نشري تليفون حوايج هذو كامل انت جبتهم لي كاش نهار سقسيتني ولا عاد كي راك توكلني وتشربني راك داير فيا بليزير. وديجا مانيش ناكل من عندك كامل، راني ناكل من خدمتي. نخرج صباح بكري قهوتك ما نشربهاش وندخل روطار العشيه في الليل عشاك ما ناكلوش. وش من ماكله راك تحكي عليها قولي؟